يلا راح تتأخر هي شوية ساعة. خلي بالك على الباب. مساء الخير، مساء العافية، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بمليون خير. طبعا كنت انتظر رودينا بس ما راح تجي لان ردنا نطلع انا وياها نروح للاسواق نجيب كم شغلة، وصار عندها درس رياضيات لانه باكر عندها امتحان، فهي وصديقتها قاعد يقرون. بالله رجاء اني من هسه اقول لكم يا بداية اليوم لا حد يحكي على مالتي القبوط. زين هذا شو اسمه مال هيجي طلعات وهيجي سوالف، يعني واحد بسرعة مستعجل بس لأن اكو قرصة برودة واني لابسة التيشيرت خفيف فقلت حتى ما اتمرض. و ايه المهم حلو. كل سنة برمضان اروح اجيب من عنده الشعرية اللي اشارك لكم نبات من اسوي بيها حلويات وهالسوالف. فهسه راح نروح نجيب لحم خاص للكباب لان اشوف البنات يسألون جتي منا الحشرة. يلا يلا راوس يمكن طلعت I think طلعت. فاشوف البنات يسالون عن الكباب انه ليش ما ينفل عندك بالشوي وهيجي. شوفوا يعني اطيب شيء بالكباب هو اللحم مال الكتف، وتخلون وياه اللي يصير لحم هش وطيب وحتى بالشوي يعني بسرعه يستوي. فاكو ناس تجيب وصفات يخلطون كباب لحم ما تحكي لمن تأشر بضلعك. ها صدق كنت السوق؟ لا جاي احك وانت قلتي كباب جاي. ما صايره بالتاريخ. اكو واحد يريد ها مو صايم صحيح. الصايم يقوم ما يحكي يأشر. مو علاوي نايم. وشكم نفس صوتك؟ نايم علاوي. أنا أكثر شيء ومعتمدته اللي هو الكتف. أجيب كتف من القصاب، يا أما هو يقطع لي مكعبات مال هيجي صغار مال تكة، يا أما أنا أسوي بالبيت، يعني على حسب. هاي يعني أطيب قطعة بالخروف. وإذا تريدون تسوون الكباب يا أما ضلوع مثرومة ويا الشحم، يا أما الكتف هم طيبة كلش طيبة وتصير هشة وبسرعة تستوي على الفحم. وأهم شغلة إنه المروحة مشتغلة على الفحم، يعني مو النار صاعدة ولا نار نازلة، لا لازم سريعة تنتظرون الوجه يستوي وبعدين قلبوا على الثاني. فاحنا اليوم راح نسوي على الفطور الكباب المشوي العراقي، واعتقد اسوي تمن زعفران وياه طيب. ما يحكي هو بس يأشر. المهم مشهيات هاي مشهيات. وراح اروح على المحل اللي يبيعون حلويات عراقية وهيك، فاجيب من يمه الشعرية اللي كل سنة اخذها من عنده مال كنافة. فنشوف اليوم شنو نسوي بيها. طبعا بيها هي هواي حلويات تتسوى بس يمكن نسوي الكنافة. منا اجي اخذ الشعرية مثل ما تشوفون، هاي عندهم بالبراد على حسب الوزن. اعتقد اريدها جديدة تكون مو جامدة. هاي اخذت خبز وشعرية. بسرعة نزلت جبتهم لانه شنو؟ لانه لوكي نايم. اريد لحم هاي اللي مال الكباب شوي كيلو. مو كنا مولي. لا شحم. اوكي. ها؟ وخلي لي من هذا كيلو وين ها؟ هو يجي قاسم؟ اللحم المفروم.
جابت لنا ام فهد، عاشت ايدك فدوى القلب وجابت لنا حلويات لقيناها وين؟ بالاسواق. بالاسواق حبيبي يا عمرك فدوى تسلمين. القلب. الله يا عمري الله يسلمك. فدوى القلب. هو ينطيني الارنب الي وشوكولاته الي. واو شلون حلو. خلينا نطلع رجليناته اول مره نقلبه بالمقلوب. شوفوا ببطنها شنو. كوكي. هاي الشوكولاته مال من؟ شوكولاته مال داكوله. يلا هاك. ماكو طفل ما يحب الشوكولاته. هاك شوكولاته. مو قلت لكم الارنب الي. شوفوا راح نطلع اللحم. طبعا هاي ضلوع هنا هم جبت، بس اريد اطلع من عندها والباقي اجمده. هذا هو اللحم الخاص بالكباب. راح نخليه هذا بالثلاجة والبقية نسويهن للتجميد. فاروح اغير ملابسي وارجع لكم بسرعة. عندي هنا للشياش لازم تنغسل، وهذا بالثلاجة. هذا للثلاجة وهذول للمجمدة. فنغير الملابس ونرجع لكم. خلونا نبلش بالشوربة مال الفطر. شوفوا عندي فطر ابيض، اكو يصير البني غامق كلش. فايش راح نسوي له؟ راح نقطعه ايش قد ما تقدرون سوي مكعبات ناعمة شي بشكل عشوائي. المهم ثرم، عرفت شلون؟ المهم الفطر كله ينثرم. شوفوا راح احكي لكم شغلة بين ما اثرم. اكو ناس الفطر يحبون يسووه هيجي فد مكعبات ويرشون عليه رشه صغيره زيت الزيتون وبالفرن. هاي ايش وقت؟ هاي لما يكون انتم عندكم وقت، يعني مو خلينا نقول مثلا مستعجلين او تريدون الشوربه بسرعه تخلصوها. هي بالاول والاخير يعني طعم واحد، تعرفون شلون هي شوربه فطر بعد. فهي هاي اكو طريقه مثل ما قلت انه ترشون عليها زيت الزيتون وبالفرن. والطريقه الثانيه اللي هي تحمسون البصل وتحمسون وياه الفطر وتخلوه يستوي زين، ويلا تخلون عليه المرق او اذا عندكم ماجي او كيفكم يعني. عرفتوا شلون؟ اول شي كالعاده نحمس البصل بصلايه كامله. هذا هو يعني ينطينا ملوحه تقدرون تقولون، وبنفس الوقت نكهه الدجاج. اذا عندكم مرقه دجاج بعد احسن. ماجي ضيفوا الملح. هسه هنا راح تشوفون شكلها مو حلو يخوف. زين تقولون شنو هاي؟ فهنا بهاي الفقرة انه احنا راح نخليها يعني فد 10 دقائق تفور على درجة وسط، وبعدين راح نضيف لها بالمكسر نضربها ضربا مبرحا الى ان بعد ما نشوف الفطر ينتهي يختفي، وبعدين راح نخليها على نار هادئة ونضيف لها كريمة. هسه تسألون شنو كريمة؟ الكريمة نفسها القشطة اللي تكون بلا يعني لا مالحة ولا حلوة. اكو يجي من عندها سائل للخفق، اكو من عندها يجي مثل باكيتات القيمر او هيك شيء بس بدون حلا، هي اللي تنضاف. واكو مكتوب عليها كريمة طبخ موجودة بكل مكان بالبرادات بالماركت. فهاي شنو؟ هاي تستخدموها للطبخ يعني للشوربات او لاي صوص تريد تحضروا. كريمة الطبخ هي خاصة مال هاي السوالف. فهاي ايش وقت بعد ما تستوي عندي فد 10 دقائق وارجع لها. ننزل عليه العيش او الرز او التمن او الرايز او الروزيتشو، لان الدهن حمى وننزله. طبعا اني ما خليته يفور حتى يستوي زين، لا ابدا. ليش؟ لانه حاسبين حساب للزعفران، وهذا زعفران، وخليت هيك شيء بسيط كلش من السكر ما له علاقه يعني ما راح يغير الطعم ولا كميه كبيره، شيء بسيط ويا الزعفران بهاي الطريقه حتى
حليب، بس هي كريمة خاصة بالطبخ. فأني هاي محضرتها، وهاي عندي نقلل النار حتى ما تفور كلش. شوفوا هاي عندي هيك يصير شكل عندكم الشوربة. راح نبدي نشغل. نقلل الدرجة لأنه ما أريدها كلش. أهم شغلة أنه تلزمون الجدر وأنتوا تشتغلون بالمكسر، لأنه لا سامح الله نوبات المكسر شدة القوة مالته ويفتر يفر لكم حتى الجدر وتصير شغلة يعني لا سامح الله مو زينة. دار فنجان يعني مو أكثر، يعني هو اللي راح ينطيها هذا البياض والكريم، ويا الطبخ راح يكثف شوية. تعرفون ليش؟ لأنه الطماطة تاخذ وقت، ويا الكباب دائما سووها بهذا الشكل حتى تستوي مباشرة ويا شيش الكباب، ويا ما تكون النار عالية. هيك حتى نقدر نشويها. هاي شنو وضعها؟ بس تقولون شنو هاي هنا راح تشويها؟ ما طول بارد، لازم يبقى بالثلاجة يكون بارد، عرفتوا شلون؟ خلينا نشوف يابا. هاي يجي سوا يعني جزئين لو هو نفسه. لا نفسه. شلون جزئين؟ هاي شنو؟ والله بس هذا بشغله يطلع منه اكو فراغ. انت قبل فقبل لا شو اسمه فحاولي هيك تسوي. بنتول جيبه. اقعد على كل حاجه. والله زايد شلون؟ اقعد. زايد ها؟ هذه ماكو مشكله. هذا الزايد من هاي، اما تشيليها هاي اصبعك. اي لازم حتى ما أو يحترق تطبقيها. الطرف. اي هو لازم يتجمع. زيك الكبر زين. اي بعد جو بعد الشمس معاندة اليوم ما تنزل، وعلي يريد يسوي لنا الكباب. هاي السلام. جيبه. جيبه. لا حبيبي وخر ايدك. بغاي. بغاي وفرهن هيك من دار. هذه واحد ماكو مشكله. من تكبسيها يبقى هذا اللي بالنص شويه فراغ يبقى، فانت من دوسيها شويه طبقيهن حتى يطلع كله قطعه واحده. يعني تصير ذو خبره. تمام أبلة؟ أبلة؟ أنت تصير ذو خبره؟ أي. هسه نجي على الحمص بطحينة. طبعا هاي نسوي كميات ونخليها بالثلاجة بالحافظة بس بدون ملح، وبعدين من تريدون يعني تاخذون الكمية اللي تحتاجوها ضيفوا الملح، ليمون، شوية راشي. شوفوا طبعا عندي هاي الطماطة الكرزية الناعمة، إذا عندكم العادية يصير. ونخلي دبس الرمان.
هاي وقت الاكل واحد يقلبها. اوه صار هواي هنا، معلش. نقلب الوجه الثاني. شن روائح، شن روائح. ها شوفوا الشيش شلونه هسه استوى هذا، بس يراد له شويه تحميره. ايش راح اجيب اني هسه؟ الصينيه واخلي عليها الخبزات ونشيل الكبابات ونطب وين؟ غرفه الطعام. اليوم مو بالخيمه لانه شويه قرفه بروده اكو بالموضوع. هاي المكينه هم من العراق مو خبره؟ هاي يجي بثاني والحجي من سوق الصفافير، هي والشياش. الشياش تكه ورحنا للمتنبي، من هناك عبرنا. يا سلام، هذا الكباب الاصلي. الدهن كله وقع. لا بس شوفوا الشيش ابد ما يوقع، لانه النار عاليه وعليها الهواء، الهواء قريب لازم، ابد الهواء لا توقفوه. هلا اجيب الشوربه. لا وهاي الشوربة شوربة الفطر سويتها بالكريمة. شوفوا منظرها الشهي. خليت شوية فلفل حار على الوجه. وهذا عندنا الفتوش الجميل والكباب المشوي وزلاطات خفيفة، وعندنا تمن الزعفران. تمن الزعفران لازم وين يجي؟ يجي هنا بالوسط. خلينا نخلي هاي الفتوشة لنا لهذول الجماعة. وعندنا التمن يجي هنا.
Kaffee. Ich weiß nicht. Okay. Nandi! Ja, das ist عكولة وين انت؟ راح توسع الملايين من الدنانير وحلتنا عند ذهب نخلص نهاية شهر رمضان وحلتنا تقدم عليكم بس توصلوا رسائل وتكتبون نايم علوكي نايم. هيا انت قاعد. يلا نايم علوكي نايم. دي شوخر